لا راه ما يمكنش. السفيرة المغربية في فرنسا شرشمت ودردقت وهدمت وقربلت الدنيا على من؟ على السفير اللي سحبوه ديال فرنسا في الجزائر. ناري على رد، راه ما يمكنش الخوت. وغادي نشوفوا تا واحد التسلل، ولكن شدينا عليكم واحد السباح جزائري ما بغاش يدير بحال مسعود انسحب. هو قال لك لا انا ما نسحبش، انا ما ناكلش نعرقها ونصدق خاسر، انا غادي نعوم وغادي نغلبو وخسر. ولكن داروا ليها زعما بحال ما يشوف حتى واحد. انا نوريكم، ها هي مازال نهضروا عليها. اجي نشوفوا بعدا السفيره المغربيه في فرنسا. قالوا لها سيدي شنو الراي ديالك في هذه القضيه اللي وقعت ديال سحب السفير الجزائري من فرنسا؟ كي جاتك هذه القضيه؟ جاوبتهم بكل بساطه وبكل بروده، وشرشمت وهدمت ودردقت ودارت كل شيء. تفرجوا مزيان الجواب ديالها حنا نهضروا عليه. Mais j'ai envie de répondre par une question, Thomas Bonnet. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis ou rappelé son ambassadeur des États-Unis? Parce que les États-Unis ont reconnu également ce plan lorsque les en 2020. États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? حنا المغاربه خطر. قلت لي شوف انا ما نجاوبكش على هذه القضيه هذه. علاش الجزائر فاش اعترفت ميريكان بمغربيه الصحراء وبالحكم الذاتي بالسياده المغربيه، علاش ما سحبوش السفير؟ علاش تدارتها فرنسا عاد سحبوه؟ انا نقول لك سعاده السفيره علاش، حيت العلاقات ما بين عمي تبون و ايمانويل ماكرون كبيره بزاف، اللي ما جاتو صدمه ما كانش كيتوقع. واكثر من بعد اللقاء الاخير وقبلة الوداع ما كانش كيتوقع هذا الشيء هذا. يا شريف جواب ديال السفيره في البلاصه. دابا نتوما اخوه جزائريين اللي عندي هنا وداك الذباب الالكتروني اللي عندي هنا، جاوبني على هذا السؤال. علاش ما داروش هذا الشيء هذا مع امريكا؟ ومؤخرا شفنا السفيره الامريكيه في الجزائر وجابت واحد القرايدي تما وبداو كيهضروا العلاقات. علاش ما قطعتوش العلاقات؟ علاش ما حيدتوش السفير؟ شي حاجه تما وكتبوها ليا. غادي نشوفوا دابا واحد السباح جزائري. هاد السباح الجزائري شنو دار؟ دخل عام معاهم، ما دارش بحال مسعود عرقها وقال لهم باش يتإليمينا، لا هذا لعاب. والمسؤولين الجزائريين ما هضروش على هذه القضيه. اعلام جزائري اسكت راه ما شافوهاش المروك، اسكت راه ما شافهاش المخزن. ها هو شافها المخزن، ها هما كنقول لكم راه الشعارات وفي الاخر ها هما لعبوا وكلاو العصا. انا نقدر نقول لكم واحد الحاجه، راه قلت لكم مزيان يلعبوا فاش يكون شي واحد من هادوك يلعبوا معاه الواعره هي يغلبوا. كل لعب مسعود ودقدق هذاك مزيانه. انا انشط، انا تلقاني داير فيديو على مسعود، مسعود ماشي تنسحب مسعود، ماشي تلعب وتخسر. فهمتيني؟ انا وحده اللي تقدر تحمر لينا الوجه معاهم هي ايمان خليف. الا لعبت مع شي واحد معاهم غا ما تنسحبيش، حيت راه غادي تدقدقي عصا. تحياتي، اتهلاو.